انا همشيكم مال همشيكم. انا مش همشي. هاي 95 انا شادي وصفي. مصطفى عصرو. محمود حسام. نشتغل مع بعض الاول وبعد كده في شويه حاجات بنتفق عليها، بعد كده لما الضيف بيجي بنقول. كان في ستاند باي بيحصل قبل ما يعني خلاص الضيف خلص كرفان لبسه وبتاع ونازل من الكرفان، فكنا بيبقى في ستاند باي والكاميرات كلها بتدور عشان الكاميرات كلها ما كانتش باينه. بعد كده نبتدي اللي هو كل واحد ياخد مكانه ونخش في الكارت. ارتجال وجه في الجون. لا يعني وفي حاجات كتير الحمد لله وربنا كرم الحمد لله. الشعر لا الشعر اللي قالوا الشعر مثلا كان ساعتها ريجي ادالها ورده، فراح شادي قال لي روح انت كمان اديها ورده، فقمت رايح بقى همت وبضامي انجف كان بدري لما وهي ختمتها بولا بقى. لا انا كانت هتموتني ساعتها، كانت بتقول لك اسكندريه ساعتين. ايوه كنت بقول لها انا بقول للاستاذ تميم انا ما خدتش اجازه، عايز انزل اجازه بقالي 3 سنين ما اروحش اسكندريه. بتقول لي اسكندريه ساعه ونص بس ضربت مننا في حلقتين. ضربت مني في رضا عبد العال. انا ضربت مني بجد وانا ما كنتش بضحك. لا اللي انت اتزحلقت فيها ورحت كانت ايوه كانت عوضي بيكا. ايوه بيكا كان الاول قبلها كان مسار غدا ابراهيم مسكت علبه السمن، هي سمنه بجد وكسرته. فالارض كان ايوه بالظبط كلها سمنه على الارض بقى وميه وسمنه وبتاع وباركيه بتاع ديكور، فاللي هو احنا مش هنعرف ننضفه اكتر من كده. بعدها بحلقه اللي هو مثلا 4-5 ساعات بيجري عشان يعمل حاجه راح متزحلق. دي انا ضحكت بجد اللي هو مش حاجه يوقع بجد والله يعني. انا اصلا كان يومين وكانت لا كان ايه يا ابني انا كنت متعرف في دماغي. لا وتميم داس على ايدك وتميم داس على ايدي عورني في صباعي. انا عودي وانا باخد منه الكاميرا غالبا عمل ايده كده، الكاميرا كان بيكسرها دي، خبطني هنا. فبعد ما الحلقه خلصت لقيت دم كده نزل. انا الوحيد كنت بحوش عن الواد اللي هو كان بيصور. انا الوحيد كنت بحوش عنه وانا خايف، يعني بحوشه وخايف. كلنا كنا خايفين الحلقه دي. مش عايز يا جماعه حد يحوش معايا وانا خايف اتضرب. برضه انت بتصور تاني؟ الكاميرا دي يا عم بقى تعالى بس هنا كده بس شويه. كسرها له عاوز كسرها له الحقيقه والمعنى. تسلم ايدك. اخوك كبير ده يا جماعه. في حياتنا حقيقه انا حياتي كلها كاميرا خفيه. ايوه والله يعني حصل بس موقف معايا من قريب كده، ان اطفال ماشيه في الشارع كده فشافوني وانا ماشي، فواحد بيقول لواحد يا ولا عمو اهو لعيب الكوره. انا اتبسطت يعني لما قال عمو هو بيشاور عليا، فقلت ايه شافني في حاجه، شافني في اعلان ولا شافني في كاميرا ولا حاجه، فكنت مستني يقول حاجه من اللي انا عملتها، لقيته بيقول له لعيب الكوره. كنت صرحت له وريجي. انا مره وانا بلعب واحد خليجي في حفله كده جه كرمش لي شويه فلوس وكوينات وبتاع، عايزني العب له اغنيه. لا هو مثلا ما ادانيش مثلا $100 مثلا $200، لا هو مكرمش لي شويه فلوس خمسينات وعشرينات وبتاع وكوينات، بيقول لي عايز الاغنيه انت جامد قوي. الواحد كنت واقف بشرب قهوه في مصر الجديده كده جنب البيت، فالمهم واحد جاي من بعيد وانا كنت لسه بقى اللي هو ما فيش، ففرحان قوي بقى انا شفتك مع فيفي عبده. قلت له لا انا استاذ فيفي. لا وفي واحد في الجيم قال لي طلع لي طفل اللي بان. انا فكره الناس في الشارع فاكراني في الحقيقه، يعني شخصيتي في البرنامج لا شخصيتي في البرنامج اللي هو ايه، اللي هو يعني بالبلدي كده يعني عبيط شويه، فالناس فاكراني عبيط في الحقيقه. يعني في ناس بتعمل معايا كده اصل انا عبيط فعلا، اللي هو مش عارف. طب اوريكم شخصيتي الثانيه طب ولا ايه، ولا لف الكاب ولا اعمل ايه؟ بحب انجش في اي حاجه، يعني اللي مش معلوم بالنسبه لي فانا بحب انجش فيه. يعني لو هتقولي دلوقتي مثلا تعالى نشتغل في حيطه هندهنها وهنعمل، طب النقاشين بيعملوا ايه اصلا، فبيعملوا 1 2 يلا يعني دي حصلت معايا على فكره في الجيش. يعني كنت في الطابور في الجيش وعايز اهرب من الطابور باي طريقه، فجه هنا مين هنا بيفهم في النقاشه، فقلت له ما انا عايز اهرب باي طريقه، فقمت رايح. بعد كده بقى راح قال لي يلا بقى المعجون اهو وسكنت المعجون بس قمت فانا فاكر ان عشان هو عندي في البيت بيمسكوا سكنت معجون بيقعدوا يعملوا كده في كده. بحب قوي الحركه دي. ما انا بحبها، فجاي بعمل كده في كده، فلقيته جاي بيقول لي انت نقاش، قلت له هجرب. فجاي بعمل كده فقال لي لا انت مش نقاش مش يلا. انا ممكن اشتغل طباخ او ممكن اشتغل طباخ او طبال على فكره عادي. بس هو شغل يعني مزيكا شغل. انا نفسي اشتغل نبطشي، ممكن ابقى نبطشي اللي هو امسك مايك مثلا من غير سلك وانزل كده وسط الناس وبتاع الفرح طرقه قابل الناس. ده رضا عبال دخلت وبصت دماغه قال لي خش وسط. مش هينفع
انت شبه ابن اختي. انا حسيت ان هو شبه ابن اختي دي اللي هو بيقولها ايه بمعنى تاني اللي هو انت شبه ابن اختي، انت حلو، بيقول لي انت شبه ابن اختي. يا جدعان بقى سيبوني بقى، انا بس ان شاء الله يطلع لي دقن والموضوع يختلف يعني. بيحاول يعني حاسس ان هو ده انا بيعملوا فيديوز كده على تيك توك، البنات مش عارف يا جماعه انا كبير مش صغير، ويحطوا لي انا برقص كده ويحطوا لي مش عارف ايه، وتويتي عصران، سيرش تويتي عصران تويتي، خلاص. بس انت شبه على فكره قوي والله قوي والله جدا. يعني حاسس ان انا كده شبهه. لا ليه اصلا؟ هو تميم لما قال شبه، انا حاسه شبه تويتي، خلاص هي لزقت مشاهد جنبه. انا اصلا اشتغلت اسيستنت دايركتور بسبب ان انا يعني حاجه، يعني سبب من اسباب السعي، يعني انا بسعى ان انا ابقى قدام الكاميرا، عندي عزه نفس شويه اللي هو مش بطلب من حد حاجه، يعني مثلا انا بمثل، فمش هاجي اقول لك انا بمثل، فاهمه؟ يعني ممكن اشتغل اي حاجه في الشغلانه عشان اوصل للحته اللي انا عايزها، لكن مش هطلب من حد. انا عامه انا بلاقي نفسي كشخص انترتينر، فيعني مثلا لما كنت شغال في ريد بول برودكشن كنت بانترتين الناس، يعني ما بنعملش افلام وخلاص، احنا بنعمل افلام بتعمل فيها ستوري تيلينج، بتحكي قصه واحد بيتشقلب بالعجله وازاي وصل لكده، وخدناه وحكينا قصته في المنصوره، خدنا واحد بيتشقلب بيعمل باركور وطلعناه في اعلى حته في اسكندريه. فهي هي انترتينمنت عامه، يعني لو لقيتي كل الحاجات اللي كومن ما بين، يعني حتى الطبيخ انا هطبخ لناس انترتين او انترتين حيوانات، انا شايف نفسي انترتينر جدا الصراحه. كروز دماغه بصي وانا كنت في الفتره بعد ما خلصت الجيش واشتغلت لحد ما جيت اترشحت، كان ساعتها مشهد في مسلسل ريفو اللي هو كان ساعتها سين استاذ امير عيد فوق وينزلوا من على فبقول لهم انزلوا بس، فراح قمت جيت فسالت استاذ يحيى اسماعيل ينفع اعملوا فلاحي، يعملوا اي حاجه صعيدي اي حاجه، فاللي هو ايه طب يلا عشان ابين اي حاجه اي ملامح لاي حاجه يعني. ففرحت قوي ان هو كان السين اصلا هيتاخد في اللونج من بعيد بس، فكان ساعتها قالوا لا احنا عايزين ناخد، كنت عامل سكيورتي فقالوا عايز اخده كلوز في وشه، فطبعا دي حاجه فرحتني. ساعتها شفناها جوه في المطبخ بس. وانا الضيف ده دلوقتي الضيف يعني انا همشيكم مال، انا مش همشي الاعلان ده انا همشيكم مال.